لو في مود الكآبة 5%، بدخل نفسي في المود لدرجة بكون مثلا 85%. هلو حبايبي، من اخر يوم لينا في رياكسوس بريميوم العالمين. يلا بقى عشان نجهز، عشان انا لسه طالعه من الفطار، نجهز علشان ننزل نروح الانفينيتي بول قبل ما نتحرك على القاهرة. بصوا الانفينيتي بول ده حلو قوي. هو انتوا بتحسوا انتوا في البول وفي البحر في نفس الوقت قدام بعض على طول. انا كده في نفس الفيديو ده هوريكم البول شكله عامل ازاي تحت، بس هحط سان سكرين. يعني هي الشمس مش حارقه بس برضو لازم سان سكرين. اعمل بقى بلندنج لكل ده. عايزه اقول لكم يا جماعه، من اكتر الحاجات اللي انا بحب اعملها لنفسي، لشخصيتي يعني، لحياتي، ان انا ما ادخلش في مود وحش. يعني انا مثلا صاحيه مصدعه تعبانه مش قادره مش في المود، ما اقعدش بقى ادخل نفسي في المود ده ابقى موطيه صوتي وقاعده لوحدي. لا، انا افيك او اتصنع ان انا اكتر واحده مبسوطه في الحياه. فلما اعمل ده مش بعمل كده قدام الكاميرا، قصدي بعمل كده بيني وبين نفسي. لو انا لما اصحى من النوم فاقول لنفسي لا، اليوم حلو، اليوم جميل، انا مش تعبانه، انا كويسه. لما بعمل كده بخرج من المود ده. لكن ان احنا ندخل نفسنا في مود التعب والكآبة والأريافة، حتى لو عندنا مشاكل الدنيا كلها، مفيش حاجة في الدنيا تستاهل. بس اللي نستاهله بجد ان احنا نبقى عايشين مبسوطين، ومحدش شفنا يلاقينا كده مقرفين مكتئبين. طبعا انا مش بتكلم ان ده طول الوقت، اكيد في اوقات بنبقى فعلا عندنا مشاكل، فعلا بجد مرهقين جدا جدا جدا، فيبقى حق كل حد ان هو ياخد كفايته من الزعل او من التعب. ولكن بتكلم ان عموما بشكل عام الناس اللي بتصحى من النوم مقريفه من غير سبب، مش في المود من غير سبب، يعني مفيش سبب بجد واضح، لا خرجوا نفسكم من المود ده. اسمعوا اغاني لذيذه، شغلوا قران، اعملوا حاجه بتحبوها، اشربوا حاجه بتحبوها، اتكلموا كده بانرجي كده بصوت عالي كده، عشان تحسسوا نفسكم انتوا مش نايمين، ان انتوا مش كئبه. بجد والله العظيم انا مش بقول لكم انتوا تعملوا كده لنفسكم، انا بقول لكم ان انا بعمل كده مع نفسي، والطريقه دي بتنجح جدا، فانتوا كمان اعملوا كده والله. طيب بصوا بقى، انا محضره كل حاجه قدامي عشان ما اقعدش ادور. اول حاجه ده كونسيلر، ودول ده بلاشر وده برونزر. عايزه اميكس كده الاتنين مع بعض، بس هحط برونزر الاول. طيب دلوقتي الكونسيلر. فانا كتير قوي بصحى من النوم مش في المود خالص من غير سبب عادي، بتبقى ارهاق، من ارهاق مثلا قبلها بيوم، فحاسه ان انا صاحيه مش قادره اعمل حاجه، مش عارفه ايه خالص. بفوق نفسي بهايبر نفسي كده علشان يبقى عندي الطاقه والانرجي ان انا اقوم اعمل حاجات كتير وانجز يومي، من غير ما ابقى طول اليوم قاعده على الكنبه مقريفه ومتضايقه. لا، ما ادخلش نفسي في المود ده خالص. انا زمان بقى قبل ما اتجوز وكنت لسه صغير، لسه في الجامعه او حتى في المدرسه في ثانوي مثلا كده، ما كنتش كده خالص، او ما كنتش يعني. انتوا كل ما بتكبروا بتفهموا الدنيا صح، بتفهموا نفسكم صح، بتعرفوا ايه اللي بيفككوا بتعملوه. المهم، كنت بقى لما اصحى من النوم الاقي نفسي مقريفه متضايقه من غير اسباب واضحه صريحه، كنت بدخل نفسي في المود جدا، ما تفهموش ليه. يعني اقعد بقى اشغل افلام كئيبه جدا واقعد اتفرج عليها فادخل في المود اكتر، ما تفهموش ليه بجد، واقعد اسمع اغاني حزينه. انا كده فاكره ايه يعني، فاكره ان انا هوصل لايه يعني خالص، ولا اي حاجه، انا بس ضايقت نفسي اكتر. فدلوقتي ما بقتش كده، خصوصا ان انا، هو ايه ده، ليه كده، ليه كل الزيوت كده؟ خصوصا ان انا دلوقتي بقيت متجوزه وعندي طفل، فحاسه ان المسؤوليات عليا زادت. ما ينفعش هما يشوفوني عامله كده غير لو بسبب، زي ما يعني انا قررت كلمه بسبب دي 100 مره، عشان مش بقول لكم يبقى عندكم اسباب ان انتوا تبقوا متضايقين وعندكم مشاكل وانتوا تتبردوا بقى، ولا لا انا كويسه ومبسوطه. لا، اكيد كل حد ليه حق ان هو يتضايق في وقت ما في حياته. بس قصدي عموما بحس ان هما، لا، انا بقيت ام دلوقتي، فهو حق الطفل ده ان هو يصحى من النوم يلاقي مامته كويسه مبسوطه، بتديله طاقه، مش هو يبقى لسه صغير ويشوف مامته كل يوم بتصحى كئيبه ومقريفه، فهو هيبقى طبيعي هو كمان كده. لا يعني ده حق عليا اصلا ان انا ابقى كويسه علشانه وعلشان جوزي وعشان بيتي. فعارفين بجد طريقه التفكير اتغيرت تماما عن زمان. عايزه اقول لكم زمان وتماما. طيب بصوا، انا ده اداني كده برونزاج لوك بجد حلو قوي. بصوا حلو قوي بصراحه، ولا بقى محتاجين تعملوا تان ولا اي حاجه، هو اصلا الجو اللي احنا فيه ده مش بتاع تان خالص. خلاص ده حلو قوي ازاي، حط نقطه كده هنا، هو مش اوفر خالص يعني. بصوا بجد تحفه، لونه طبيعي جدا جدا، كاني مكسوفه مثلا عادي يعني
بجد مش عارفه ايه اللي حصل لي في الفيديوز بتاع زمان لما كنت بطلع اتكلم معاكم، كنت بجد بختصر على دقيقه، دقيقه ونص ماكسيمم. دلوقتي بصوا انا مكمله ست دقايق، تخيلوا 6 دقايق. بس انا لسه هشيل حاجات ملهاش لازمه كتير انا قلتها اكيد. فبقيت بحب الرغي اكتر معاكم، مش عارفه بقيت واخده عليكم قوي. طيب احط ليب لاينر كل يوم بحاله. امبارح اقول لا انا مش هحط ليب لاينر وليبستيك على البحر وعلى البول، دلوقتي عايزه احط عادي، فهي حلقت يعني. رايكم؟ لونه لذيذ بصراحه. هسيب بقى كل الكلام ده ينشف عشان احط عليهم الليب جلوس والبس السويم سوت وابقى جاهزه. يا جماعه قولوا عليا ممله، قولوا عليا روتينيه، ايا كانت تقليديه براحتكم، بس انا بجد بحب شعري هو سايب من غير اي لمات. انا بحب شكله كده، حتى لما بحب اعمله ويفي بحب اعمله كده، بحب اسيبه. اللمات شكلها حلو قوي لذيذ قوي، بس انا عندي مشكله، انا بصدع بسرعه قوي من اي حاجه بتلمس شعري، اي حاجه بجد. فعشان كده بحب شكلي كده، بحس ان انا كده مرتاحه اكتر. بس بعمل اللمات عشان ما بقاش رخمه بقى خلاص يعني. هو كده المفروض خلاص نشف. هحط عليه بقى الليب جلوس، اكتر ليب جلوس بحبه في حياتي يا جماعه من فانسي بيوتي، بحبه قوي. جاهزه وهقوم دلوقتي عشان اتصور في السويت قبل ما امشي، عشان خلاص احنا بحضر شنطتي خلاص وماشيه. وبعد كده هلبس سويم سوت واوريكم شكله، انتوا عارفينه كده كده. وهنزل بقى اوريكم الانفينيتي بول عشان انا وعدتكم ان انا هوريها لكم. لبست السويم سوت وجاهزه للانفينيتي بول. لبس بقى نضارتي وشنطتي ويلا بينا.